السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي احسن الاحوال ومبروك عواشركم. مرحبا بكم في قناتي مطبخنا ديال اللوزين. الوصفه ديال اليوم هي الحلوه ديال البيتي فور. الحلوه ديال البيتي فور من الحلويات السهله والاقتصاديه، والاهم كتجي لذيذه بزاف وبنينه وهشيشه كتذوب في الفم. غندوز نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو بيضه كامله واصفر بيضه، غادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر الثقيل كاس عامر، وغادي نحتاجو النشا او المايزينا 60 غرام، غادي نحتاجو الزيت 50 مليلتر وقليل من الملح، وغادي نحتاجو الزبدة بحرارة المطبخ 250 غرام، خميرة الحلويات 7 غرام، سكر الفاني 7 غرام، والدقيق راه حسب الخليط. انا استعملت هنايا 500 غرام. الاول غادي ناخدو الزبده 250 غرام ديال الزبده، غنضيفو ليها السكر الثقيل، غادي نخلطهم مزيان. حتى يوليو على هاد القوام. دابا غنضيفو الزيت وغنضيفو البيض، بيضه كامله واصفر بيضه، غنضيفو سكر الفاني والقليل من الملح، غادي نخلطو مره اخرى. دابا غنضيفو النشا وخميره الحلويات 7 غرام، صافي. من بعد ما نخلطوا هاد المكونات غادي نضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق خدت ليا 500 غرام، لكن بقاو تضيفوا شويه بشويه، راه ممكن تاخذ لكم 450 غرام ديال الدقيق، لان العجينه ديال البيتي فور خاصها تجي خفيفه ما تجيش قاصحه. فين غتعرفوا انها ان العجينه ديالكم جات قاصحه؟ منين غتبقاو ديروها في داك البوق غتجيكم بحال يعني واحد الصعوبه باش تخرجوا العجينه، لان في الاول غتبان لكم رطبه، لكن بقاو منين تبقاو ديروا من البوق غتجيكم شويه كديروا المجهود. العجينه البيتي فور ما خصكمش ديروا مجهود كبير منين كتخرجوا العجينه. علاش انايا؟ حيت وقعت لي واحد المره انا درت كيلو ديال الدقيق، حيت مولفه كندير 500 غرام في النصف ديال الكميه، ومنين درت الدوبل ديال الكميه ضفت داك الدقيق في دقه واحده، ومنين جيت نستعمل يعني بقيت نخرجها من البوق جات لي واحد الصعوبه انني نخرجها. الا وقع لكم بحال اللي وقع ليا، ذوبوا شويه ديال الدقيق، ذوبوا شويه ديال الزبده وبقاو تضيفوها للعجينه صافي، وتدخلوا فيها داك الزبده وتولي كيف ما بغيتو العجينه. المهم انا استعملت هاد البوق كما كتشوفوا داير بحال هاد بحال داير بحال الثوم. بالنسبه للراس ديال هذاك الراس ديال البوق استعملت هاد الشكل، غنوري لكم. ولكن ممكن تستعملوا حتى هذاك اللي عنده بزاف ديال الريوسه، هذا فيه 4 ولا 5. المهم تقدروا تستعملوا بالنسبه للاشكال الاخرين. الا بغيتوا ديروا اشكال انا بيتي فور تقدروا ديروا اشكال منها. غنوري لكم. شوفوا ما كتلقاوش صعوبه منين كتخرجوا العجينه. المهم جربوا، الا لقيتوا كتلقاو صعوبه في العجينه ضيفوا الدقيق او ضيفوا الزبده، ولكن من الاحسن من الاول تبقاو تضيفوا الدقيق شويه بشويه باش تحصلوا على عجينه خفيفه. راه عجينه خفيفه غير كتبان هكذاك على العجينه الخفيفه. كي قلت لكم بالنسبه للبوق، بالنسبه لهذا الشكل ممكن تستعملوا هذا البوق اللي هذا الراس اللي عنده ما عندوش بزاف ديال السنينات نقولوا. ولكن الا بغيتي ديروا اشكال اخرين بغيتي فور قلت لكم راه تقدروا ديروا بها اشكال سيجارات بحال، يعني كاين بزاف ديال الاشكال، ولكن هذا هو الشكل المفضل عندي انايا. ديروا يعني واحد الراس اخر يعني كيكون عنده بزاف ديال السنينات، ولا بغيتي ديروا هذا الشكل
ديروا بحال أنا عندي فيه غير 4 ولا 5. صافي من بعد غادي نشكّلهم، من بعد ما نشكّلهم غنزينهم باللوز. الفران سخّنته على 160 درجة، خصها تطيب على أقل درجة في الفرن، درتها على 160 درجة حتى طيب على خاطرها، ما تزيدوش للنار، ما تسخّنوش الفران بزاف، سخّنوه على 160 درجة وندخلوها للفران حتى تحمّر على هاد الشكل. كيجي خفيف داك التحمار ديالها، كيما كتشوفوا لتحت كتجي محمرة، من الفوق كيجيو بحال دوك الجوانب من الفوق محمرين كيما كتشوفوا الشكل ديالها. أنايا درت هادو زينتهم باللوز، والآخرين ما غاديش ندير فيهم اللوز، غنخليهم هكداك، ولكن غنزينهم بهاد الطريقة بالشوكلاط، وغندير عليهم شوية ديال البيستاج. اختياري، ماشي ضروري أنكم ديروا البيستاج، ممكن ديروا أي مكسرات عندكم، الكاوكاو مهرمش، اللوز مهرمش، يعني كتاخد واحد الكمية غير قليلة. أنا درت البيستاج. صافي غنبقى ندير النص ديالها في الشوكلاط على هاد الشكل، وغنبقى نزينها بالبيستاج. كيجي الشكل ديالها والمنظر ديالها زوين. صافي نزينوها بالبيستاج او اي مكسرات عندكم، ممكن ديروا غير الشوكولاط، ممكن ديروا غير اللوز، زينوهم باللوز من الفوق. الا بغيتو ديروا هاد الطريقه، يعني ما كديروش الشوكولاط من التحت، غير الفوق على الوجه ديال الحلوه، من التحت ما كيكونش عليها الشوكولاط. صافي ونزينوهم ونحطوهم على البلاستيك الغذائي حتى تشد راسها الشوكولاط. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. اللي بغات دير الضعف في المقادير ممكن تضعف في المقادير، اللي بغات دير تكتفي بهاد الكميه تكتفي بهاد الكميه. ولكن راه واحد الحلوى كتجي بنينه بزاف، فيها واحد المذاق رائع، وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم. بالنسبه الحلوى ديال البيتي فور، راه ممكن نديروا منها اشكال كي قلت لكم، تزينوهم بالشوكولات، ديروا بحال الشكل ديال السيجارات، ديروهم عاود ممكن تلصقوهم بالكونفيتير. كاين اشكال بزاف ديال البيتي فور، ولكن انا كيجيني هذا احسن شكل. كما كتشوفوا انا حليت لكم وحده كتجي الصراحه كتذوب في الفم، غير حطيها في الفم ديالك كتذوب في الفم وكتجي هشيشه. المهم نتمنى تعجب لكم الوصفه ديال اليوم، يعني الحلوه سهله وماهله واقتصاديه، والاهم انها كتجي بنينه. نتمنى انكم تجربوها، وشكرا مره اخرى، مع وصفه جديده، فيديو جديد، مع السلامه.